أهم نصايح هتحتاجها في السفر في مصر في 2025. رقم واحد، التاكس، سواء كان تاكس المطار أو التاكس اللي مستنيك في الموقف أو التاكس حتى اللي موجود في محطة مصر. اوعى تركب مع أي تاكس موجود في الأماكن دي. النوعية دي من التكوسة بتبقى واقفة مستنية زبون، بمعنى إن هو مش واقف يشتغل أو ياخد أي زبون، لا، هو واقف عايز يستلقط زبون ليعوضه عن وقفة اليوم كله. فقبل ما تسافر أي مكان يكون معاك ابلكيشن أوبر أو ابلكيشن إن درايف. محافظات تانية هتلاقي إن درايف هو اللي شغال فيها أكتر. رقم اتنين، اوعى تشتري أو تشرب أو تاكل أي حاجة أول ما توصل من السفر، إن أيا كان المكان اللي أنت هتوصل ليه فهو بيكون معتمد على الزبون التياري. الزبون اللي جاي من السفر هيشوفه مرة ومش هيشوفه مرة تاني. طبيعي إن هو لو بيبيع أي حاجة أو حتى لو بيقدم أكل فهتلاقي الكواليتي رايحة في داهية. اعصر على نفسك ليمونة، لو أنت محتاج أي حاجة استنى لغاية لما توصل لأقرب مكان الموقف او في محطه مصر. طبعا مش هقول لك الكواليتي بتكون عامله ازاي، ده غير ان هو بيبيع لك الحاجه بضعف او تريبل ثمنها.